كان في بنت اسمها لارا بتحب قوي وقت الكريسماس عشان بتستنى العيله كلها تتجمع وبيجي لها هدايا كتير قوي وبيقضوا وقت حلو قوي كمان مع بعض. بس السنه دي لارا اكتشفت ان البنت اللي بتساعدهم في البيت وبتكون معاهم دايما عمر ما حد جاب لها هديه، بالرغم ان هي دايما بتساعدهم ودايما مركزه معاهم. لارا قررت تركز مع البنت دي طول اليوم لدرجه ان هي ما كانتش متحمسه انها تجري وتفتح الهديه زي كل سنه، وقالت انها تفتحها لما اليوم يخلص. وبعد ما اخر حد من عيلتها مشي راحت قالت للبنت اللي بتساعدهم انها جابت لها هديه، لدرجه انها ما كانتش مصدقه خالص. راحت اديتها الهديه اللي جت لها، وكان الوقت ده بقى مختلف قوي للارا علشان هي عملت حاجه اول مره تعملها وادت هديه هي كانت مستنياها طول السنه. الحكايه دي ممكن تحكوها لاولادكم وقت الكريسماس علشان تعلموهم اكتر عن العطاء، وان الكريسماس ده سيزون اوف جيفينج، يعني وقت انتوا تدوا فيه للناس اللي حواليكم مش بس ناخد. بس كده. الفيديو ده كان برعايه سنه سنه.